السلام عليكم. امبارح صلاح محسن كولر نزله في ماتش ميديام ونزل وربنا كرمه وجاب جول. طبعا نزل في حاله الفرقه اللي قدامه خلاص، يعني الماتش بقى سهل وخلاص الفرقه اللي قدامك سلمت نفسها والدنيا تمام. حتى الجون اللي انت جبته انت واقف ما فيش حد ماسكك، انت خلاص لو الشناوي واقف مكانك هيجيبها جون وهيبقى جون عليه من كل حاجه. فطبعا كميه الضغوط اللي بيتعرض لها صلاح محسن ما قدمش حاجه للاهلي، لا ده ما اتغيرش، لا ده زي ما راح زي ما جه، زي ما خرج زي ما رجع، ده هيمشي في يناير لما فيش مهاجم في الاهلي. ضغوط كتير بتتقال وتعرض لها صلاح محسن. فاللاعب احتفل بالهدف وكان واضح ان هو مركز للاحتفال من قبل المباراه. انا لما اجيب جون وطبيعه اللعيبه كده عامه، خلاص هما متارجتين الكاميرا مان بيبقى واقف فين، ولما هجيب الجون هروح احتفل قدامه اعمل ايه، او ابص للكاميرا او اقول هش زي ما عمل صلاح محسن كده وقال لك للجمهور لا للاعلاميين ولا لمين ما احناش عارفين. ده شعر والله تنفع اغنيه. المهم عمل هش وقال لك بس خلاص انت ازاي تعمل كده للجمهور. وطبعا جمهور النادي الاهلي حقه يزعل، وخصوصا كان في لقطه شهيره يعني افتكرناها لما افتكرنا المنتخب ومحمد صلاح وعمرو ورده والقصه والحوار اللي كان حصل زمان واحمد ومحمد. اللقطه الشهيره يعني اللي راحوا يعني عملوا الجمهور كده وغضبانين وزعلانين بيعاقبوا الجمهور يعني. فكانت حاجه شويه برضه طبعا طبيعي انها يعني يتقال فيها كلام، لحد ما اللاعب طلع بكميه الضغوط اللي ضغط عليه قال لك لا يا جماعه انتوا بتقولوا ايه، انا مش قصدي النادي الاهلي او مش قصدي جمهور النادي الاهلي. جمهور الاهلي ما حدش يقدر يعمل معاه كده، وفعلا جمهور الاهلي ما حدش يقدر يعمل معاه كده. يعني كبيرك مثلا ممكن الشيبي شيكابالا، يعني اي حد من نوعيات اللعيبه دي هو ممكن مثلا يعمل حركات مشابهه لكده، لكن لعيب جوه النادي الاهلي مستحيل يعمل حاجه زي كده. فطلع وقال لك لا انا مش ما عملتش كده لجمهور الاهلي، وطلع بعدها وعمل بوست تاني وقال لك لا ده انا عملت كده للاشباه الاعلاميين يعني اللي هم بيقولوا عليه ما ينفعش يلعب كوره او ما ينفعش في الاهلي او ايا كان. فانا ما عنديش مشكله، يعني انا مصدقه بالمناسبه وواخد بحسن النيه وكل حاجه، وطبيعي ابعد النيه اصلا على جنب. هو مجرد ما طلع اتكلم وقال لك انا قصدي ايه خلاص انت ما عادش تقدر تتكلم، احكم عليه بناء على اللي هو قاله. ما عنديش مشكله في ده، لكن انا مشكلتي الاساسيه مع صلاح محسن او اي لعيب في النادي الاهلي او الزمالك او اي لعيب في الانديه اللي هي الجماهيريه. الفكره ان انت لازم تبقى لعيب تقيل، ما تبقاش لعيب خفيف. يعني مش اي حاجه تطلع ترد عليها. فكره ان انت عملت حوار وبقى في سين وجيم وسين وجيم ونون وشين، انت دخلت عملت حوارات من ما فيش. يعني من فتره كده كان عماد متعب عمل لقاء مع عمرو نصوحي، فقال له انت كنت بتعمل ايه لما كان جمهور الزمالك بيفضل يشتم فيك ويعني شتيمه في عرضك وحاجات زي كده. قال له بص انا لما كنت بتضايق كنت بطلع غلي وردي كله في تركيزي في ان اضايق الناس دي بان اجيب فيهم جون بان اكسبهم باننا نكسب. يعني ده الرد. فهل انت كصلاح محسن، يعني هل انت كصلاح محسن شايف انك بالجون اللي جبته في ميدياما يعني في ماتش 3 نقط في ماتش خلصان، هل انت شايف ان ده في حد ذاته رد؟ افتكر انا زمان جيل ابو تريكه ومتعب وبركات كانوا بيحققوا كل البطولات حرفيا، ومش بالكلام بقى يطلع يقول لك لا احنا نسينا اللي فات وخلاص بنفكر في اللي جاي واحنا ما عملناش حاجه. لا كان فعليا بيحصل ده. يعني كان فعليا بيطلعوا من شوط جايبين فيه بالثلاث اجوان وتريكا جايب جونين ويخشوا يلاقوا بين الشوطين جوزيه يقول له لا انت بيك زيرو وانت زيرو وانت. فده جوزيه وده الجيل بتاع زمان. فهل انت شايف ان الرد بتاعك انك تجيب جون في ميدياما، ولا الرد ان انا اثبت وجودي اولا او مبدئيا باني افضل قاعد في يناير ما امشيش؟ ده مبدئيا. باني لما اقعد ابتدي اشارك، يعني افضل خلاص هبتدي اشارك بقى مع النادي الاهلي خلاص بقى، وهبتدي اجيب اجوان، ولما اشارك بقى هجيب اجوان واثبت نفسي. اشوف ايه ناقصني، لا انا ما كنتش بنزل استلم صح، يعني هطور نفسي. الضغوط اللي عندي خلاص لا هلعب تحت ضغوط وكده. يعني هل انت شايف ان ده الرد ولا ده الرد الانسب؟ ده بالمناسبة أو بمناسبة الرد. ففكرة الرد في حد ذاته في ماتش زي كده فأنت غلطان وغلطان وش. الغلط التاني في رأيي وهو إن أنت لاعب خفيف. ولاعب خفيف بمعنى إيه؟ بمعنى أنت بتستحملش ضغوط. يعني حتى يا سيدي لو افترضنا إن الجمهور فهم إن الكلام ليه أو كده، يعني ده لو محمد الشناوي مكانك هيطلع يرد؟ محمد الشناوي مش هيرد ليه؟ يعني محمد الشناوي مولود كده؟ لا. من يومين كان في لقاء لأمير عبد الحميد مع إبراهيم سعيد، قال لك لا الشناوي ما كانش كده. الشناوي دلوقتي بقى بيتحمل ضغوطه ما بيفرقش معاه اي حد، هو ما بيبصش على السوشيال ميديا ولا غيره. لكن الشناوي ما كانش كده. الشناوي زمان كان ممكن يبقى لعيب معانا في الاهلي، كان لسه من الناشئين يعني، كان ممكن يبقى معانا ونلاقيه بيعيط لمجرد انه خرج من القايمه، لمجرد ان في كلام بيتقال عليه ان مفيش حراس في الاهلي ايا كان، كان بيعيط. مش ده الشناوي النهارده.
فاذا انا ما عنديش مشكله ان انت تبقى لاعب ما بتتحملش ضغوط جوه النادي الاهلي، لانك جاي ايا كان جاي من انبي، يعني جاي من، ما عنديش مشكله. بس لازم يبقى عندك مؤشرات ان انت، او بتقول ان انت هتتغير، او ان انت هتتحمل ضغوط، او هتواكب عقليه النادي الاهلي. لو مفيش المؤشرات اللي بتقول كده، يبقى مع احترامي ما ينفعش تبقى متواجد جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي مش اي لاعب يبقى موجود جواه. لازم اللعيبه اللي تبقى موجوده تتحمل ضغوط. ضغوط بمعنى ايه؟ بمعنى حاجه زي كده، موقف زي كده انت دخلت نفسك في حوارات ومتاهات ملهاش اي 30 لازمه. لازم يا عم صلاح لما مدرب ينزلك 3 دقائق في ماتش، لازم ال3 دقائق دول تبقى انت مستعد لهم، وعشان تبقى مستعد لهم ده شغل شهور. بمعنى ايه شغل شهور؟ بمعنى ان انا ما شاركتش في الماتش، ما دخلتش في القائمه، هل انا خلاص اقعد كده واتدفى في البطانيه؟ لا، انا قاعد بفكر انا ناقصني ايه، انا هشتغل على نفسي ازاي، انا هبذل مجهود اكتر، انا يعني هطور من نفسي اكتر وافضل بحيث انت ممكن ننزلك المدرب في ماتش مش مستني منك حاجه، ورامي طوبتك 3 دقائق، ماتش 3 دقائق تنزل، لا في حاجه انت بتعملها وبتحرج المدرب. زي بالظبط لو نفتكر زي ما حصل مع كريم فؤاد الموسم اللي فات او السنه اللي فاتت، لما كريم فؤاد ابتدى يشارك مع كولر، فالناس ابتدت تقول لك يا احمد ده بينزل كولر، عايز بينزله، عايز يحرقه، يعني عايز يحرق اللاعب ده عشان يمشيه وكده. فبقى يثبت نفسه وينزل يجيب جول، ينزل الماتش اللي بقى ليه، لان هو مستعد، هو اصلا مش نايم، هو بيفكر انا لما رجلي هتنزل في الملعب انا داخل هعمل ايه، عايش اجواء المباريات اللي هو اصلا مش بيشارك فيها. فلما بينزل بيكون ده اداء كريم فؤاد. فاذا اللاعب اللي ما بيشاركش لازم يبقى مستعد اصلا اكتر من اللاعب اللي بيشارك. اثبت نفسه كريم فؤاد وفرض نفسه على اي مدرب، وبقى بيشارك وبقى لعيب اساسي لحد ما اتصاب، ولحد ما الحمد لله رجع من فتره، ورجع تاني برضه بمستوى كويس. فبس ده كان رأيي باختصار في موضوع صلاح محسن. واي لاعب زي صلاح محسن يبقى جوه نادي اهلي، يبقى جوه نادي الزمالك، يبقى جوه منتخب اي فريق جماهيري، ده رأيي باختصار. بس وشكرا.